السلام عليكم يا حبايبي، انا اماني محمد. ده الزيتون اللي خللناه مع بعض من شهرين. هنفتح برطمان الزيتون التفاحي، والزيتون العزيزي انا مش هفتح عليه دلوقتي غير لما البرطمانه دي كلها تخلص. ونسمي الله كده ونفتح البرطمان بتاعنا ونقول بسم الله ما شاء الله. شايفين الكيس اللي عليه؟ ولا عفن ولا اي حاجه، زي الفل. وشايفين لون الميه بتاعته؟ تحفة تحفة. وعايزة اقولك كمان والله ريحته تحفة، ريحة المخلل بتاعنا تحفة تحفة. شايفة الفلفل؟ ما شاء الله زي الفل. بس خلي بالك، عايزة اقولك على ملحوظة، لو حابة ان الزيتون ما يعملش معاكي اي ريم لازم تاخدي منه بمعلقة، ايدك ما تدخلش البرطمان، تاخدي بمعلقة نظيفة وتكون ناشفة كمان. شايفين الفلفل؟ اللهم صل على النبي. طيب شايفين شكل الزيتون يا ولاد؟ ولا ريحة الزيتون بتاعنا خطيرة خطيرة خطيرة. الله على الجمال يا ولاد، الله على الجمال. شايفين شكله؟ تحفة تحفة. تعالوا كده ناكل واحدة. يا عيني يا عيني على الجمال، عسل عسل. ده مش مخلل، ده سكر سكر. وتعالي كمان شوفي الليمون والفلفل اللي كان مع الزيتون. شايفة الليمونة؟ بسم الله ما شاء الله، تسوية معلم ما شاء الله، حاجة زي العسل. ولا الفلفل؟ يا عيني يا عيني يا عيني على الجمال. قبل ما اقفل على الزيتون هضيف له الليمون اللي انا شلته في البداية. بفضل سايباه لاخر حاجة في البرطمان، انا بس شلته في الاول علشان اعرف اخد من الزيتون. وبعد كده احط الكيس واقفل من تاني على الزيتون بتاعنا.